السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اخواتي وحبايب قلبي، ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكة التايجر بطبقات مظبوطة. يعني حاجة كده اللهم بارك، بتدوب في البق الذوبان، هشة وخفيفة ومرتفعة، حاجة كده في 5 دقايق بالظبط في الخلاط هنحضرها تحفة يا حبايب قلبي. يعني اللهم بارك، الارتفاع بتاعها خطير، المسمي جميلة جدا جدا، هشة قطنية بتدوب ذوبان. ان شاء الله هتجربيها وبعد كده هتعتمديها، يعني هتبقى كيكتك المعتمدة كده ان شاء الله. هتشرفك في اي مناسبة، في اي عزومة لاهل بيتك، خطيرة جدا جدا جدا، مع كوباية قهوة كده او كوباية نسكافيه خطيرة، او شاي بلبن، حاجة كده رائعة بتدوب دوبان في البق كده ان شاء الله، بمكونات سهلة وبسيطة هتكون موجودة عندك في المطبخ ان شاء الله. هنحضرها مع بعض بكل سهولة، هتعمليها بافضل نتيجة ان شاء الله هتاخديها. معايا هنا كده البولة، ومعايا المصفى، والدقيق ده يا ريت يكون منخول مرة واتنين وتلاتة. هعاير بنفس المج اللي نعاير بيه الدقيق، هنعاير بيه كل المكونات، وكل المكونات معايا تكون بدرجة حرارة المكان، وخاصة البيض والحليب، يعني يكون بدرجة حرارة المطبخ. 2 مج ونص من الدقيق، ننخله كده. احطه في المصفى وانخله. معايا معلقتين كبار هرميين، دول بقى السر كده في المعلقتين دول. ذره كده من الملح، معلقتين هرميين من النشا، معلقه كبيره او ظرف اللي هو الكيك شيف، او ظرف بيكنج باودر اللي هو 16 جرام. هنحطه كامل كده يا حبايب قلبي، وما تزوديش عن كده عشان الكيك ما تتشققش او تسود معاكي. هنقلب كل المكونات الجافه معايا كويس جدا جدا عشان تمتزج مع بعضها، النشا مع الدقيق مع البيكنج باودر، او خميره الحلويات، والنشا وذره الملح، ونركنهم على جنب. هنجيب بقى الخلاط في 5 دقايق كده ان شاء الله هنحضرها. وقال لي كمان في الوقت ده احط البيض. لو البيض عندك كبير هتحط 2، انا عندي كان البيض صغير حطيت 3، بس هي ان شاء الله تعمليها ببطين 2 هتبقى تحفة التحفة. ولكل بيضة بنحط باكت من الفانيليا، او نص معلقه لو سايبه عندك. اهم حاجه ان احنا نضربهم كويس جدا جدا في الخلاط لحد اللون بتاع البيض ما يفتح معايا، وتعمل فوم كده وتبقى هشه معايا. وبعد كده لما اتاكدت ان البيض انضرب كويس جدا جدا وحجمه اتضاعف وبقى هش، حطيت الكوبايه من السكر. لو انت بتحبي السكر زياده هتخليها كوبايه وربع، بس الكوبايه بصراحه كانت جميله جدا جدا والنتيجه بتاعتها مرضيه. معايا هنا معلقه، نص كوبايه نفس المج من الزيت الا معلقه. المعلقه ديت هنحطها بقى كده ان شاء الله، بالمعلقه ديت هتنقلك الكيك في حته تانية خالص. حطيت معلقه واحده من السمنه السايحه، اللهم بارك اللهم بارك، خلتها ريحه كده ملهاش حل، والطعم كده يعني رائع، وبتدوب في البق دوبان. ضربت برضو السكر، وبعد كده كويس جدا جدا لما كل حبيبات السكر دابت، ضفت الزيت مع معلقه السمنه، وضربتهم كويس جدا جدا لما بقى الخليط كده كريمي وهش معايا. بعد كده حطيت الحليب، والحليب ده دافي، مج برضو من الحليب، بنفس المج يا حبايب قلبي اللي عايرنا بالدقيق هو اللي نعاير بيه كل المكونات. وضربت كويس جدا جدا بعد ما ضفت الحليب، ورجعت حطيت معلقه كبيره من الخل. يعني ما تقلقوش خالص، ما بتعملش طعم وما بتعملش ريحه، بس بتديني نتيجة أكتر من رائعة إن شاء الله في الكيك، وبتخلي الكيكة هشة. يعني هو بمثابة المحسن كده مع البيكنج باودر والبيض، وبيخلي الكيكة هشة وفاتحة. حطيت الخليط السائل اللي في الخلاط على المواد الجافة اللي في البولة، وقلبتها كويس جدا جدا وما تبالغيش في الضرب. وبعد كده جبت بالسباتشلا كده، اتأكدت ان مفيش اي حاجة من المواد الجافة في القاع بتاع البولة. وقسمت الخليط لنصين في بولتين كده. وبعد كده جبت معلقتين 2 كبار من الكاكاو الخام المر، حطيتهم على جزء كده من الخليط في بولة من البولات، وحطيت عليهم معلقتين، وما تتنازلوش عن المعلقتين دول من الحليب عشان اظبط القوام. انا عاوزه نفس القوام بتاع اللي هو الخليط الفانيليا، نفس القوام بتاع الخليط اللي هو بالكاكاو. وده من اسرار نجاح الكيك التايجر، عشان الطبقات معايا تبقى منتظمه ومتساويه كده وجميله جدا جدا، ما يبقاش في خليط منهم سايل وخليط تقيل. هتبص تلاقي الطبقات تدخل في بعضها ومش هتبقى احسن حاجه. اللهم بارك، المقدار ده عمل لي في صينيه 26. بطنتها كده بدهنة من الزبدة أو من السمنة السايحة، وعفرتها بالدقيق.
وبعد كده حطيت الطبقات بقى كده بالتبادل، طبقة من الأبيض وطبقة من الكاكاو، وطبقة من الكاكاو وطبقة من الأبيض بالتبادل كده يا حبايب قلبي. اللهم بارك. لو لقيت سطح العمل مش معاك مستوي ولقيتها زي عندي كده مميلة في جنب، أنا حطيت كده يعني أي حاجة إن شاء الله منديل من بتاع المطبخ عشان تظبط معاكي، ما تبقاش في جنب واحد. وفي النص يا ريت نظبط ايدينا كده، نحط الجزء اللي بنصبه يكون في النص بالظبط. وانا هنا استعملت 2 من الدورق معايا او شفشق على حسب ما بتسموه، عشان يبقى له بوز كده واقدر اتحكم وانا بصب معايا. لو ما عندكيش دورق زي ده، هتجيبي مغرفتين 2، لكل خليط منهم مغرفة، وبالتبادل برضو هتصبيها لحد ما خلصت كل الكمية الخليط معايا بالشكل ده. جبت عود الخل او شيش طاووق، ويكون معايا منديل، اجيب بقى من بره لجوه وارجع بالعكس، اعمل من جوه لبره كده بالشكل ده. بقت حاجة كده تحفة التحفة، اللهم بارك، رائعة بالشكل الخطير ده. خلصناها ان شاء الله في الوقت ده، في اخر 5 دقايق وانا بجهز الكيك. في نص العمايل كده اولع الفرن، ما تولعيش الفرن من اول، احنا مش عاوزين الفرن يبقى ساخن بزيادة عن اللزوم. حطيتها على درجة حرارة 180، وشبكة الفرن كانت في النص. شغلت من تحت بس، والمروحة أخدت معايا 35 دقيقة. اللهم بارك، تحفة ورائعة زي ما انتم شايفين كده. اختبرتها بالخلة من النص، اتأكدت ان الخلة معايا طالعة نظيفة جدا جدا، او اي عود خشبي او اي حاجة عندك متاحة او بتفضلي ان انت تشوفي بها الكيك بالشكل الرائع ده. طلعتها، اللهم بارك. شايفين يا حبيب قلبي القاع بتاعها اكتر من رائع. الكيكة تحفة، مرتفعة هشة، المسام بتاعتها تحفة كده، بتدوب في البق دوبان. ان شاء الله تجربيها بنفس المكونات وتمشي على نفس الخطوات، هتاخدي افضل نتيجة. كيكة هشة مرتفعة، يعني بتدوب كده، بتدوب زي تحس ان انت بتاكلي مارشميلو كده. اللهم بارك. والطبقات بتاعتها منتظمة، واللون الابيض فاتح، واللون الكاكاو كده خطير. ان شاء الله تجربيها. ولاول مرة تشوفيني يا ريت يا ريت فضلا وليس امرا تنسنيش من الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وكومنت، يعني يشجعني كده ان شاء الله، ونشير الفيديو لكل حبايبنا وكل اصحابنا عشان الفايدة تعم والكل يستفاد، وربنا يجعله في ميزان حسناته وحسناتكم. تحفة وهشة ومرتفعة والطبقات منتظمة اكتر من رائعة يا حبيب قلبي. تجربيها كده واستنى رأيك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحفة يا حبيب قلبي، ان شاء الله تجربيها.